قبل ما نبدأ نشوف مع بعض الكورس ستراكشر، خلينا الأول نشوف ايه البراكتيكال بروجيكتس او الابس اللي احنا هنشتغل عليها، او انت بعد لما تخلص الكورس ده هتبقى قادر ان انت تطلع الابس دي او تقدر تضيف الابس دي في السي في بتاعك، بحيث تبقى دافع عليك برضو انك تكمل الكورس، وفي نفس الوقت هتبقى ميزة كبيرة جدا ليك انك تضيفهم في السي في بتاعك كشخص لسه جينيور السي في بتاعه فاضي، او حد لسه بيدور على تدريب في شركة. خلونا نشوف مع بعض البروجيكتس بتاعتنا. ده اول بروجكت، ده هيبقى اسمه الفاينانس يو اي. ده هيبقى اول تطبيق عملي لينا على، هتستلم ملف فيجما، هتبدا تصمم اللي موجود في ملف الفيجما ده. انا طبعا هعدي عليهم سريعا. ده الميلز اب، ده هيبقى اول تعامل لينا مع اللوجيك او خاصه اللوكال داتابيز، وهنستخدم اس كيو اف لايت. النيوز اب ده هيبقى اول تعامل لينا برضو مع الاي بي ايز. احنا دايما الكورس بتاعنا هيبقى متقسم سيكشن او اتنين وبعدهم تطبيق عملي. فده النيوز اب هيبقى هعمل تطبيقات عملية جدا ومفيدة جدا وهتستفيد منها جدا في الكورس بتاعنا. خلونا نكمل. تاني اب معانا هو الاي كوميرس اب. هنحاول نعمل تطبيق اي كوميرس متكامل بنسبة كبيرة، هنطبق فيه على الستيت مانجمنت، حاجات طبعا توبكس هتعرفها قدام. هنطبق فيه على الانيميشنز، طبعا هيبقى فيه اي بي ايز، فيبقى تطبيق عملي كبير جدا على البروجيكتس بتاعتنا. اكتر بروجكت ادفانسد فيهم هو الاوردر تراكنج اب. هنعمل سيستم اوردر تراكنج، هنقدر نتراك الاوردرات بتاعتنا ريل تايم. بنقدر ندخل نضيف الاوردر بتاعنا ونقدر نعمل تراكنج ليه، ونبدا نشوف الدرايفر او السواق اللي بيوصل الاوردر ده وصل فين على الخريطه ريل تايم. خلونا كده نشوف مع بعض. هندخل على الاوردر بتاعنا، نبدا نتابع الدرايفر موجود فين. هنعرف ازاي نرسم التراك ده او الراوت بين نقطتين عندنا موجودين على المابس. ده يعتبر اكبر بروجكت ادفانسد فيهم، وطبعا ده انا بحاكي ليك ان انا غيرت اللوكيشن بتاع البروجكت ده. ولو رحنا هنا، اول ما بتقرب على مكان الاوردر تلقائي هتلاقي اللوكيشن بتاعك، او هتلاقي السيستم عمل ديتكت ان انت وصلت تلقائي، فبنقدر نعرف المسافه تلقائي بين لو انت قربت فبيقول لك خلاص انت وصلت من غير ما اليوزر يعمل اي اكشن. وزي ما انت شايف هنبدا نغير في اللوكيشن بتاع الدرايفر بتاعنا، وهيبدا يتغير تلقائي ويرسم راوت جديد بين النقطتين. طبعا دي حاجات ادفانسد جدا، ونادرا انك تلاقي ابس زي دي او حاجات ادفانسد زي دي موجوده في كورس. لكن انت بالصبر والمثابره هتقدر توصل. ودي طبعا ملفات الفيجما اللي انا بوفرها ليك، اللي انت بتقدر تدخل عليها وتبدا تعرف كانك شغال في شركه بالظبط. انت استلمت ملف الفيجما، بتدخل تبدا تتعامل مع الفيجما وتبدا تشوف ازاي تجيب المقاسات، يعني او الويدث والهايت، وازاي تخلي التطبيق بتاعك ريسبونسيف، وازاي تطلع تطبيق مماثل جدا للفيجما فايل اللي انت استلمته. ده كان اللي كنت حابب اتكلم فيه في الفيديو بتاعنا. اسف على الاطاله، بس كنت حابب اديك دافع انت هتقدر توصل لايه لو قدرت تخلص الكورس ده معايا. هشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.